بسم الله الرحمن الرحيم. باشرت لهذه اليوم شركة الإسكان والتطوير بتبريد الطريق الرابط فلكة الحقلانية بجسر الجديد، يعتبر مدخلا ثانيا لقضاء حديثة. مستمرون وموضوعنا بتابعة جميع المشاريع المحالة إلى قضاء حديثة، حيث أشرف على هذا الطريق من قبل مدير ناحية الحقلانية والهندسية قام مقام قضاء حديثة ومدير بلدية الحقلانية من أجل إنجاز هذا المشروع بالوقت المحدد والمواصفات الفنية المطلوبة، ومن الله التوفيق. المهندس عباس حسين قام مقام قضاء حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. بإشراف ومتابعة من قبل السيد محافظ الأنبار الدكتور علي فرحان، باشرنا هذا اليوم بأعمال التبليط والإكساء للطريق الرابط بين فلكة الحقلانية وجسر الحقلانية الكونكريتي الجديد، الذي يعتبر حلقة وصل بين ناحية الحقلانية وقضاء حديثة، والذي يعتبر من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2022. الجسر كمل الحمد لله والشكر في مراحل النهائية. الآن الطريق كمل، نقوم بإكساء الطريق عن طريق شركة الإسكان والتطوير، وبإشراف ومتابعة من قبل دائرة المهندس المقيم والجهة المستفيدة اللي هي مديرية بلدية الحقلانية. هذا المشروع هو مشروع لفك الاختناقات والازدحامات وفتح منافذ أخرى ومعابر بين ناحية الحقلانية وقضاء حديثة، مما يجعل انسيابية المرور بسلاسة ويفك الاختناق عن مركز المدينة، ويساعد مرور الشاحنات والسيارات الكبيرة دون الدخول في المدينة والتسبب في الحوادث. واحنا عاقدين العزم على إكمال كل مشاريع البنى التحتية في ناحية الحقلانية من ماء وكهرباء وتربية وصحة وطرق، وذلك انسجاما مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والموازنة الثلاثية لعام 23 و24 و25. سلام لسان فروض مدير ناحية الحقلانية.